السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. طبعا فاضل ايام على شهر رجب. يا رب كده شهر رجب وشعبان ورمضان يجي علينا كلنا واحنا في احسن حال يا رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض ويفرج هم المهمومين يا رب العالمين، ويسد دين المديونين يا رب العالمين، ويسعدنا ويفرحنا جميعا يا رب العالمين، ويرفع عنا الغضب اللي احنا فيه دوت والغلا ربنا يا رب كده يرحمنا ويصلح حالنا جميعا يا رب العالمين، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. زي ما انتم شايفين كده النهاردة أنا هعمل عيش مصري على أصوله. هبدأ معاكم كده من أول ألف لحد الياء في الخبيز، يعني هقول كل التفاصيل وكل الحاجات اللي في الخبيز المصري الفلاحي الأصيل. يا ريت تشوفوا الفيديو ويا ريت تعملوا لايك ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، وإذا كنت بتشوفوا القناة لأول مرة يا ريت اشتراك. أولا كده أنا بنخل الدقيق زي ما انتم شايفين، ولازم الدقيق يتنخل عشان ما تضمنيش يبقى ايه في الدقيق. فتلة الشاية اي حاجة لازم يتنخل. بعد ما نخلته بقى هنزل بكده بشوية ملح. بصوا ملو الايد كده اهو، هو كده العيار المظبوط. بعد كده انا عندي الخميرة الفورية بفتحها عشان فيها دبوس كده، خايفة الدبوس يقع في الدقيق. وحبة كمان كانوا في الكيس التاني، حبة صغيرين يعني حوالي كيس ونص كده خميرة فورية. الدنيا طبعا ساقعة، فبتزود الخميرة شوية عن الصيف. لو كنا في الصيف كنت عملت كيس واحد، لكن انا عايزاه يخمر بسرعة فحطيت الكيس ونص دول عشان يبقى ايه سريع شوية. والمية بتاعتك لازم تكون دافية. انا في الصيف برضو بعمل بمية من الحنفية، لكن المية هنا لازم تكون ايه سخنة. بعد كده بقى تقليبة بقى وعجين على قد ما تقدري لحد كله كده ما ايه يبقى حاجة كده زي الملبن كده معاكي. واحدة واحدة تشربي كده الدقيق اهو، ولت بقى على قد ما تقدري يعني لحد ما تنهاجي وتلاقي نفسك كده مش قادرة تتنفسي، يبقى كده العجين كده اتظبط معاك. بياخد مجهود فعلا العجين، يعني هو الخبيز كله مفيش حاجة بتتعب فيه غير العجين. واحط بقى المية بالتدريج واقعد اعجن بقى في جميع الجهات كده، ولازم العجين بتاعك يتخدم كويس عشان النتيجة تبقى كويسة. ما تلاقيش كده وانت بترحي العيش عمال يتقطع منك، او تلاقي حتة مكلكعة وحتة مش مكلكعة. فلازم تعجنيه كويس عشان تبقى النتيجة بتاعتك كويسة. والميه حبه حبه عشان ما تلاقيهوش طري وما تعرفيش تتصرفي فيه. هتضطري تزودي دقيق تاني، ممكن الكميه بتاعتك تزيد عن اللي انت بتخبزيها تتعبك. فانت برضو الميه لازم شويه بشويه عشان تتحكمي في اللي انت ايه بتحطيه. بعد كده بقى ان انا هو لميت وخلصت. بيتساب حوالي ساعتين كده يتدفى لان الجو برد. ساعتين كده وايه، ونبدأ بقى نقرص فيه ونعجن فيه ان شاء الله. ده بقى اللي هو طب العجين، ده بتخلي كله كده سوا واحد كده، ما تلاقيش حتة مكلكعة حتة طرية وحتة ناشفة. كله بنفس يبقى كله زي بعضه كده. خلاص كده اهو، هيتساب بقى زي ما قلت لكم ساعتين كده ونرجع له تاني. العجين خمر اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بنخل بقى الردة واساوي كده عشان يبقى كله متساوي. اقرص بقى العيش بتاعنا
ألمه كده، وجايبة طبق فيه شوية زيت. الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هنا بقى الخبيز اهو، وراح بقى العيش. حط شوية ردة وحط الرغيف عليه، تحركيه كده شوية كده بيتفرد معاك اهو، زي ما انتم شايفين. عشان العيش العجين حلو، العيش بيطرح بسرعة. واسوي بقى كده من بتاع املة بيه المطرحة، لو حتة ناقصة ولا حاجة يا دوبك بس مسافة ما تلمسيها كده بتتظبط معاك. والنار بتاعتك تكون هادية، ما تبقاش عالية قوي ولا واطية قوي، عشان العيش يبقى كده مستوي حلو. وبالشكل ده حرك الرغيف كده لحد ما يستوي من جميع الجهات. لو في حتة بيضة ولا حاجة تفضلي تجاري كده في الرغيف كده لحد ما يستوي من جميع الجهات. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ واقفل وهريح الرغيف التاني، لان الفرن عندي بياخد رغيفين. انا باخد من على الطبلية جنبي. زي ما انتم شايفين كده، والله العيش طالع جميل جدا. يعني الكاميرا والله ظلماه، هو احلى من التصوير. يعني التليفون بتاعي التصوير بتاعه مش حلو، والله ما مدي الرغيف حقه. يعني شايفين العيش جميل جدا ما شاء الله يعني اهو، لان مخدوم كويس ومعجون كويس وسايباه يخمر براحته. لان العيش اما ما يكونش خمران بيبقى مليان بقع سودا كده وبيبوظ فعلا. في الشتاء لازم تسيب العجين يخمر لحد الاخر. تبص تلاقي الرغيف منور كده. شايفين عامل ازاي ما شاء الله، حاجة كده يعني، حاجة عظمة يعني. وبقى النار هادية، تبص تلاقي الرغيف مستوي حلو، مش عامل زي العجين كده. لان الناس اللي بتعلي النار قوي تبص تلاقي الرغيف بيحمر بسرعة وتلاقي قلبه من جوه مش مستوي. لكن انا عمالة اضير في الرغيف كده يمين وشمال لحد ما يستوي من جميع الجهات. شايفين عامل ازاي العيش؟ حاجة كده قمر 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 اهو، مفيش كلام. هنا بقى بدأت أشق العيش في الفرن. شايفين أنا حاطة كده 3 ترغيفة في الفرن اهو، زي ما انتم شايفين. ادي واحد والتاني جوه والتاني في الجنب. شايفين بقى الشطارة؟ 3 ترغيف. السوا كده يبقى مظبوط. تبص تلاقي طعم الرغيف حلو، طعم العيش حلو. يعني انا والله العظيم كل اللي ياكل العيش بتاعي يقول لي العيش بتاعك يتاكل حاف كده من غير حاجه. خلصت بقى الخبيز الحمد لله، وهشوي بقى البطاطا وراه.
ورا الخبيز كده اهو. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، وما تنسوش اللايك، واذا كنتوا بتشوفوا القناه لاول مره يا ريت اشتراك. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولدمت كده كام شقه عيش كده لزوم الفته، ويا سلام ده عليه بقى بالجبنه، يا سلام يا سلام، حاجه كده عظمه. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، واذا كنت بتشوف القناه لاول مره يا ريت اشتراك.